سوف نتعرف في هذا الجزء على صفحات العمل Worksheets. والوضع الافتراضي عند إنشاء مستند جديد أن يكون له الاسم الافتراضي Doc1، ويحتوي الملف الجديد على 3 صفحات كوضع افتراضي عند إنشاء الملف، ولها الأسماء الافتراضية Sheet 1 و Sheet 2 و Sheet 3. ويمكن زيادة عدد الصفحات Worksheets إلى عدد كبير يعتمد على مقدار الذاكرة RAM المتاحة في جهاز الكمبيوتر. كما يمكننا تغيير العدد الافتراضي لعدد الصفحات Worksheets التي يتم فتحها تلقائيا عند إنشاء ملف عمل جديد، كما سنتعرف في الأجزاء القادمة. وإذا أردنا فإنه يمكننا تغيير أسماء الصفحات بالشكل الذي نريد، حيث أنه من الأفضل وضع أسماء للصفحات بحيث يعبر الاسم عن محتوى الصفحة، وذلك لكي نتمكن من العثور عليها بسهولة فيما بعد. وإذا أردنا فإنه يمكننا حذف أو نسخ أو إعادة ترتيب الصفحات داخل الملف. ولفتح أي من هذه الصفحات داخل نافذة البرنامج نضغط بالمؤشر على اسم الصفحة في شريط Worksheet. كما يمكننا التنقل بين صفحات العمل داخل المستند باستخدام مفاتيح الاختصار من لوحة المفاتيح. فبالضغط على المفتاح Ctrl و Page Down يتم الانتقال إلى الصفحة التالية، وبالضغط على المفاتيح Ctrl و Page Up يتم الانتقال إلى الصفحة السابقة. وكما ذكرنا أنه يمكننا إنشاء عدد كبير من الصفحات Worksheet يعتمد على مقدار الذاكرة المتاحة في الجهاز المستخدم. فلإنشاء صفحة جديدة داخل المستند الحالي نفتح القائمة المسجلة Insert ونختار Worksheet، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على اسم الصفحة التي نريدها من الشريط Worksheet، فتظهر قائمة مختصرة تحتوي على بعض الأوامر الخاصة بالتعامل مع الصفحات. فنختار الأمر Insert لإضافة صفحة جديدة إلى ملف العمل، فيظهر المربع الحواري Insert لتحديد نوع الصفحة التي نريد إضافتها، فنختار Worksheet من المربع الحواري ثم نضغط OK، فيقوم البرنامج بإضافة صفحة جديدة قبل الصفحة الحالية وإعطاؤها الاسم Sheet 4. ولترتيب الصفحات داخل ملف العمل نضغط بالمؤشر مع السحب على اسم الصفحة التي نريدها إلى الموضع الذي نريده، أو بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على اسم الصفحة التي نريد تغيير موضعها ونختار Move or Copy، فيظهر المربع الحواري Move or Copy، حيث يمكننا تغيير ترتيب الصفحة داخل الشريط Worksheet، وذلك عن طريق تحديد الموضع الذي نريد وضع هذه الصفحة به من القائمة Before Sheet. فمثلا لوضع هذه الصفحة قبل الصفحة Sheet 2 نختار Sheet 2 من هذه القائمة. كما يمكن نقل هذه الصفحة إلى نهاية الشريط باختيار Move to End. ومن خلال هذا المربع الحواري يمكننا عمل نسخة من الصفحة الحالية داخل نفس ملف العمل الحالي، أو إلى أي ملف عمل مفتوح داخل البرنامج، أو إلى ملف عمل جديد، وذلك عن طريق اختيار الملف الذي نريده من القائمة To Book وتشغيل الاختيار Create a Copy. وبما أننا نريد تغيير ترتيب الصفحة إلى نهاية الشريط في الملف الحالي نقوم بإزالة تشغيل الاختيار Create a Copy ثم نضغط OK، فيتم نقل الصفحة إلى نهاية الشريط. وإذا أردنا تغيير اسم الصفحة نضغط بالمؤشر على اسم الصفحة ضغطا مزدوجا، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على اسم الصفحة ونختار Rename من القائمة المختصرة، فيقوم البرنامج باختيار وتضليل اسم الصفحة. فندخل الاسم الذي نريده ثم نضغط Enter من لوحة المفاتيح. ويمكن أيضا تغيير لون مفتاح صفحة العمل باستخدام مفتاح الماوس الأيمن واختيار Tab Color من القائمة المختصرة، فيظهر المربع الحواري Format Tab Color، فنقوم باختيار أحد الألوان من هذه القائمة ثم نضغط OK. وبالضغط على أي صفحة عمل أخرى نلاحظ أنه قد تم تغيير لون مفتاح صفحة العمل إلى اللون الذي قمنا باختياره. وإذا أردنا حذف صفحة معينة من المستند نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على اسم الصفحة التي نريد حذفها ونختار Delete.